صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده تاني يوم في حملة ال100 يوم دايت من اكل البيت او دايت اقتصادي. هنا صحيت الصبح اخدت كوباية مية كبيرة، عليها معلقة خل تفاح طبيعي او خل تفاح عضوي. انا هجيب لكم صورتين في خل تفاح يا بنات مغشوش، الخل التفاح العضوي او الخل التفاح الطبيعي. ده يا بنات الازازة بالزيت عاملة 40 جنيه، والله العظيم كنت جايباه نزلت من سنتين كانت عاملة 40. ماشي. هنا انا اخدت كوباية نسكافيه، تمام، بمعلقة لا بمعلقتين سكر صغيرين. اللي مش عارفني يا بنات، انا وزني زاد دلوقتي، ف طبعا 130. يعني ايه، ما بحبش ان اضغط على نفسي خالص، واحدة واحدة عشان ما ازهقش من الدايت ولا مل، خصوصا ان عندي مشكلة صحية. يعني الدايت اساسا بتعب ما بعمله. اخدت بعديها كان عندنا بقسماط، فاخدت معاها 4 بقسماطات عادي مش سن يعني. بصوا، ده الخل التفاح الطبيعي، تمام. دي شركة سورية كان عليها عرض عند اختي، الازازة ب23 25، تمام. ده الخل يا بنات احمر كده، احمر غامق. ده الخل مش طبيعي، تمام، مغشوش. فاحسن هاتوا التاني، دي عاملة 20 جنيه. في من طيبات برضو الشركة الأصلية، أو لأ، الطيبات الخل الطبيعي اسمه خل عضوي. هنا الغدا أخدت، طبعا مصورة لكم البيتزا كلها. أنا أخدت شريحتين بيتزا بس، والبيتزا دي اقتصادية وفي نفس الوقت دايت. بنزل لكم طريقتها، والله العظيم تاكلي منها مهما تاكلي ما هتتغني. ان شاء الله هنزل لكم طريقتها في فيديو تاني لوحدها لو حد محتاجها. وفي العشاء هاخد برضو قطعتين، تمام. انا طبعا طول اليوم بشرب مية مية مية، واحتمال اخد ما بين الغدا والعشاء واحدة منجاية صغيرة، تمام. انا ما خدتش سكر، انا واخده معلقتين سكر بس في الفطور.